أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هكلمكم على موضوع مرتبط ارتباط وثيق بالفيديو اللي اتكلمنا فيه على أنواع الشغل اللي ممكن تجيلك أو تيجي لأي حد موجود في ولاية غرب استراليا. كنا اتكلمنا على إن ممكن يجيلك شغل بره مدينة بيرث، بنسميه شغل ريزيدنشال أو فلاي إن فلاي أوت، والشغل ده بيجي في مناطق ريجونال أو ريموت اريا زي ما احنا قلنا. فالنهاردة بقى أنا هكلمك على مدينة اسمها كراسة. كراسة دي هي نموذج للبلاد الريجونال أو البلاد الريموت اللي ممكن فعلا يجي لك فيها شغل. تعالوا نتكلم عنها واوريها لكم وتتعرفوا عليها، تشوفوا نمط الحياة فيها ازاي، شكلها ايه، وخدوا كراسة دي بقى كنموذج لأي ريجونال أو ريموت اريا ممكن الواحد تجيله فرصة ويزورها أو يروحها كشغل أو كأي غرض تاني من أنواع الزيارة. طبعا هي ممكن كراسة تكون مختلفة برضو عن بعض المناطق التانية الريجونال، لكن هي في الآخر تقدر تعتبرها نموذج لأن هيكون التشابه كبير في ظروف الحياة. كراسة هي بلد بتقع في شمال ولاية غرب استراليا على بعد ساعتين طيران من بيرث، ولو عايز تروحها بالعربية من بيرث فأنت تقريبا هتاخد 16 ساعة سواقة. وبالفعل احنا هنتوجه للمطار زي ما انتم شايفين، وهناخد الطيارة أو بيسموها الدوميستيك فلايت اللي هو الطيران الداخلي اللي بينقلك من ولاية لولاية أو من مدينة لمدينة جوه استراليا. وبعد ما وصلنا مطار كراسة زي ما انت شايف، انا بوريك برضو شكل المطار من جوه. ده واحد من المطارات الدوميستيك، وده شكل القاعة. ده طبعا منظر للبارك من بره اللي في المطار، واللي احنا واقفين فيها دي المفروض قاعة المفروض الديبارشر او ده الكاونترز هناك. بس طبعا الدنيا فاضية شوية دلوقتي يعني. احنا دلوقتي في الباركينج بتاع المطار، خلصنا اجراءاتنا والمفروض ان احنا بنتجه على المكان اللي احنا رايحينه. لو انت شغلك ريزيدنشال في كراسة، بتاخد العربية اللي بتكون موجودة معاك وبتطلع على مكان سكنك اللي الشركة محدده لك. غالبا لو انت ريزيدنشال بيكون عندك سكن تبع الشركة. اما لو شغلك فلاي ان فلاي اوت، فالشركة بتوفر لك باص بياخدك لمكان الشغل على طول، وبرضو اقامتك بتبقى هناك في اماكن محددة او غرف معينة او سكن هم برضو بيوفره لك في قلب الموقع اللي انت بتكون شغال فيه. ده لو شغلك فلاي ان فلاي اوت. بالفعل انا علشان شغلي ريزيدنشال حبيت اوريكم اول ما وصلت كراسة قعدت فين. اول ما بتيجي بيكون ممكن السكن الشركة لسه ما جهزتوش، فبتسكنك في فندق. اللي انا ماشي فيه ده شكل للفنادق اللي بتبقى موجودة في بلد ريجونال زي كراسة. يعني الأوض بتبقى على الجوانب كده زي ما انت شايف، وده شكل عام للفندق. يعني فندق ظريف، يعتبر مثلا حاجة زي فور ستارز مثلا. يعني بتقعد فيه مؤقتا لحد ما بتقضي مدة معينة، وبعد كده بينقلوك السكن بتاعك. ده لو شغلك ريزيدنشال. وطبعا كان لازم اوريك كراسة شكلها ايه من جوه، لان كراسة دي هي تعتبر نموذج زي ما قلت لك للمناطق الريجونال. غالبا المناطق الريجونال بيبقى شكلها زي ما انت شايف كده. طبعا بيبقى فيه شوبينج سنتر، بيبقى صغير طبعا على سمول سكيل، مش بيبقى زي طبعا المدن الكبيرة، لكن بيغلب على كراسة بالنسبة لي اللي انا شفته. يعني طابع الى حد ما صحراوي،
في طبعا بعض الاماكن الخضراء اللي بيسموها البوش. وطبعا اكتر حيوان شفته هو حيوان الكنجرو، موجود كتير جدا وعامل مشاكل كتيرة جدا هنا، وبشوف منهم كتير مضروب بعربيات للأسف، ومرمي على جنب الطريق، لأن هو يعني بيعدي الشارع من مكان لمكان، لكن العربيات بتكون جاية طبعا سريعة فبتضربه للأسف يعني ده شكل لبلد زي كراسة. يعني أنا بحاول أقرب لكم الصورة شوية يعني على قد ما بقدر. وطبعا توقع ان الانشطة هنا مش هتكون زي الانشطة اللي في بيرث برضو. بلد بتبقى صغيرة يتقال عليها تاون يعني. زي ما انت شايف ده شكل كراسة كده من فوق، يعني انا واقف في حتة عالية كده وبحاول اصور شكل البلد من فوق، يعني حاجة بالشكل ده. وحاولت استكشف التاونز الصغيرة اللي حوالين كراسة. اقرب واحدة لقيت منطقة اسمها بوينت سامسون. المنطقة دي على بعد تقريبا ساعة ونص أو ساعتين من كراسة نفسها، بس ستيل برضو ليها نفس الطابع. إلى حد ما هو تقدر تقول صحراوي على عشبي زي ما انت شايف كده. فدي أقرب نقطة لكراسة. حتى لما حاولت ما لقيتش أي اختلاف. هي منطقة صغيرة فيها كوفي شوب صغير اسمها بوينت سامسون، وبتطل على الأوشن زي ما انت شايف كده. فما تتوقعش برضو ان الحياة هنا يعني ما فيهاش حاجات كتير تتعمل الحقيقة. يعني يمكن أقصى نشاط الناس بتعمله بيعملوا كامبينج، أو ناس كتير بتعمل فيشنج. ومش كل الناس طبعا عندها هواية الصيد أو المعسكرات يعني. فممكن تحس فيها بملل فعلا لو شغلك ريزيدنشال، وخصوصا لو العيلة مش معاك، لأن في أوقات كتيرة ما بتقدرش تكون العيلة معاك. دلوقتي أنا لما سبت الفندق، او اي حد هيسيب الفندق ممكن يقعد شهر مثلا في الفندق او حاجة، وبعد كده الشركة اللي بتشغلك بتجيب لك بيت حاجة زي كده يعني. فقلت اوريك برضو شكل البيت بيبقى عامل ازاي في بلد زي كراسة. احنا جوه مدينة كراسة بقى نفسها، مجموعة بيوت جنب بعضها. زي ما بقول لك كلها البيوت بالشكل اللي انت شايفه ده نموذج للبيت اللي هم بيديهولك علشان تعيش فيه. ممكن تجيب أسرتك، يعني في شركات بتسمح لك طبعا تجيب أسرتك معاك لو شغلك هيبقى دائم ومقيم. وطبعا غير شغل خالص الفلاي ان فلاي اوت، انت طبعا بتقعد في مكان الشغل وبتبات في مكان الشغل، تشتغل مثلا اسبوع واسبوع، اسبوعين واسبوعين، وهكذا. المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده اسمه دامبير. دامبير هي برضو منطقة موجودة يعني بعد كراسة، تعتبر أنا بعتبرها جوه كراسة لأن هي تقريبا تلت ساعة أو نص ساعة من كراسة. وده المكان الوحيد اللي عجبني هنا الحقيقة، وباجي استجم فيه. ده المكان الوحيد اللي لما بلاقي نفسي فاضي باجي استجم فيه هنا. طبعا هي البلد كلها طبعا على المحيط زي ما انت عارف يعني. لكن برضو عايز اقول لكم ان الجو حر جدا جدا هنا، وخصوصا ان احنا في شمال ولاية غرب استراليا، فالجو حر جدا ورطب. الحرارة تقريبا حوالي 40 درجة، والجو تروبيكال يعني هيوميد، الرطوبة عالية جدا كمان. فمش أحلى حاجة الحقيقة إنك أنت تقعد هنا. يعني في ناس بتستحمل وبتقعد، أنا بالنسبة لي بتعب جدا لما بقعد شوية في الجو دوت الحقيقة. وفي أوقات طبعا من السنة الجو بيبقى كويس. يعني تقدر تقول إن الجو في الشتاء بيبقى إلى حد ما معتدل، لكن ستيل بتحس بالحر والرطوبة. في عائلات بتيجي كتير المكان ده بشوفها، وخصوصا في الويك اند، لان في طبعا عائلات كتير ساكنه في كراسه وشغاله في الشركات المختلفه. فيعني زي ما بقول لكم، يا اما بيروحوا يصطادوا، يا اما بيجوا يقضوا يوم هنا،
يا إما بيروحوا يعملوا كامب وهكذا. مفيش أنشطة كتير الحقيقة. أنا عن نفسي كنت بحس بالملل، وخصوصا إن العيلة ما كانتش بتبقى معايا الحقيقة. يعني قبل ما امشي واسيب المكان ده حبيت برضو اوريكم الجو وهو في عائلات. يعني انا دلوقتي موجود في الويك اند، زي ما انت شايف برضو اطفال وعائلات يعني بيجوا هنا برضو يستمتعوا ويقضوا وقت لطيف يعني. المكان اللي احنا فيه ده برضو هو الشاطئ تقريبا الوحيد اللي انا شفته هنا في كراسة. ده شاطئ بقى، والشاطئ ده بلاقي فيه ناس بتيجي كتير تقف تستجم، وفي طبعا ناس بتنزل المية زي ما انتوا شايفين كده. برضو عائلات بتيجي بعربياتها وبتستمتع بالوقت ده. بس الشاطئ ده بقى الحقيقة يعني مش في كل الأوقات زي ما انتوا شايفينه كده. في وقت تاني بيحصل فيه جزر. انتوا عارفين ظاهرة المد والجزر زي ما انتوا شايفين. ادي وقت تاني اهو، المية في نفس الشاطئ انحصرت تماما، والناس بتحب تخش جوه بقى. يعني لو بصيت هناك كده هتلاقي الناس بتتمشى وتخش جوه يعني هو انا زي ما بقول لك الناس هنا بتحاول تستمتع بالحاجات الموجودة يعني، عشان طبعا بتيجي تعيش في البلاد دي عشان شغلها زي ما انت شايف كده. ده نادي الجولف في كراسة ساعة المغرب يا جماعة. نادي الجولف في كراسة، ده آخر يوم ليا في كراسة. ادي الشمس بتغرب، وده نادي الجولف المفروض اللي في كراسة. طبعا ما فيش فيه بني آدم. احنا المفروض دلوقتي مثلا قبل يعني على المغرب اهو بالظبط. ده النادي المفروض فيه كافيتيريا، ما فيش ولا بني آدم في الكافيتيريا، والكافيتيريا نفسها قافلة. الكافيتيريا نفسها قافلة اهي، مفيش ولا بني آدم فيها. ده اسمه يعني ايه؟ جولف كلاب. مساحات شاسعة زي ما انتم شايفين، ولكن مفيش اي اكتيفيتيز، مفيش اي حاجة. طبعا بما ان احنا بنتكلم على كراسة، فلازم برضو اعرفك على الجيران او الكائنات الجميلة اللي انت ممكن تقابلها في كراسة، ودي هتشوفها كتير يعني. السحلية. السحلية زي ما انت شايف هي واقفة على طرف الرصيف هناك. انا طبعا صورتها من الشباك بتاع البيت اللي انا قاعد فيه. فده برضو الكائن ده هتلاقيه كتير في الباك يارد، وهتلاقيه بيمشي حواليك. بس هو يعني هو مش مؤذي يعني الحقيقة. الليزرد او السحلية زي ما انت شايف يعني ده هتلاقيه كتير يعني، وهتسمع صوته كتير. فعشان برضو تبقى عامل حسابك ما تتخضش يعني. هو الناس بتبقى عايشة معاه عادي خالص يعني. ودلوقتي المفروض ان انا نازل اجازة، فده شكل المطار. طبعا احنا دلوقتي قدام الجيت، هنعمل بوردنج وهنطلع الطيارة عشان نرجع على بيرس. It's wonderful to have you with us again. We're pleased to offer Virgin Australia entertainment on your own device with free streaming movies, TV shows and children's entertainment. Simply connect to the Virgin Australia Wi-Fi network, then head to wifi.virginaustralia.com. If there's anything myself or my crew can do to make your flight more wonderful today, please don't hesitate to let one of us know. وفي النهاية أنا بس حبيت أعرض لكم نموذج لبلد من البلاد الريجونال اللي ممكن يجي لك فيها شغل. أي نعم يعني هو في تفاصيل كتيرة جدا جدا مش هيسمح الوقت إن أنا أقولها كلها في فيديو أو كده، لكن أنا حبيت أديك بس كده إيه زي ما بيقولوا أوفر فيو اللي بيحصل. الحياة بتبقى عاملة إزاي، بتسافر إزاي، بتيجي إزاي، يعني الطريقة بتبقى عاملة إزاي. ففي النهاية بتمنى يعني الفكرة البسيطة دي تعجبكم يعني. أنا دلوقتي بالمناسبة مفروض جوه الطيارة يعني راجع بيرث، وأنا دلوقتي وصلت بيرث أهو. إحنا فوق بيرث دلوقتي. برضو قلت حبيت أوريكم منظر لبيرث من وإحنا في الجو. وصلنا طبعا بيرث ايربورت في طريق العودة. برضو أنا بحاول
اعرض لك يعني الرحلة كاملة او القصة كاملة من اول ما بتسافر لحد ما بترجع، لان هي دي بتبقى حياة البني ادم اللي هو شغال، سواء فلاي ان فلاي اوت او ريزيدنشال في ريجونال اريا زي كراسة. ودلوقتي هسيبكم عشان اخد شنطتي بقى من على السير، واشوفكم في قصة تانية ان شاء الله.